ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوني، انا رؤية مصريه عايشه في تركيا. النهارده هنعمل آه، شوربه العدس التركيه، وكمان هنعمل البيضه التركيه. دول اشهر حاجتين بيتقدموا على السفره التركيه في رمضان. هنعملهم بطريقه سهله وبسيطه، هم مكوناتهم سهله جدا. ويا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك لان ده بيدعمني جدا. اول حاجه هنعمل خبز البيضه. خبز البيضه ده بيتقدم هنا في رمضان على السفره التركيه، حلو جدا للفطار او للسحور لو عملتوه كده. يعني مش عايزه اقول لكم طعمه خطير خطير يعني. انتوا شفتوا معايا في الفيديو اللي فات، انا دخلت الفرن جبته من الفرن وكده، قلت لكم ان طريقته سهله وهعمله معاكم، فقررت النهارده ان انا هعمله معاكم. مقاديره سهله قوي. اول حاجه هنحط كوبايتين حليب ومعلقه كبيره سكر، وكمان معلقه كبيره خميره، وهنقلبهم كده كويس لحد ما الخميرة تتجانس يعني مع الحليب والسكر وكده. وبعدين هنحط ربع كوباية زيت. ممكن بدل الحليب تعمليها بمية، ممكن تعمليها بزبادي، يعني هي ليها كذا طريقة. بس وبعدين دلوقتي هننزل بالدقيق. الكوبايه اللي في ايدي دي نص كوبايه، يعني انا دلوقتي حطيت دلوقتي كأنها كوبايتين، وبعدين هحط كوبايتين كمان. يعني هي المقدار بياخد 4 كوبايات او 4 كوبايات وشوية، على حسب نوع الدقيق اللي عندك، لان كل دقيق بيختلف من نوع للتاني حسب السوائل. هضيف دلوقتي تاني دقيق. كده العجينة محتاجة ربع كوباية عندي كمان تاني بس، وبعدين هعجنها كويس جدا، حوالي مثلا 8 دقايق ل10 دقايق. دلوقتي وانا بعجن هحط الملح، حوالي ربع معلقة شاي صغيرة جدا ملح، يعني حاجة بسيطة قوي كده ملح بس. هنا بعد ما عجنت شايفين العجينة اللهم بارك حلوة ازاي، تحفة تحفة بجد، وريحتها خطيرة وكل حاجة. بصوا هقول لكم طريقة سهلة قوي قوي. بصوا هنجيب على طول الصينية او الصاج اللي احنا هنعمل فيها، وهنا ده بقسماط ناعم، رشيت بس كده بقسماط عشان ما تلزقش يعني او حاجة. انا شفت الشيف عمر عامل فكرة البقسماط دي، فعجبتني الطريقة يعني، فقلت اعملها معاكم. انا عملتها انا كل سنة في رمضان بعمل البيضة، بتبقى حلوة قوي. بس فبعدين هنا المقدار اللي عندي ده هيعمل لي وحدتين زي ما انتوا شفتوا كده، فانا هكور الواحدة واحطها كده بس، وهسيبها تخمر في نفس المكان بتاعها. هعمل التانية معاكم دلوقتي بنفس الطريقة. هنحط من تحت كده حبة بقسماط كده صغننين، لو مش حابين تحطوا بقسماط ممكن تحطوا دقيق بس. وبعدين هناخد الكرة التانية بتاعتنا وهنسيبها زي ما هي كده مكورة، وبعدين هنغطيها وهنسيبها بقى تخمر على حسب الوقت عندك، يعني على حسب درجة الحرارة عندكم. انا سبتها حوالي ساعة الا ربع عشان الجو زي ما انتوا عارفين لسه عندنا برد شوية. انتوا شايفين شمس بس الشمس دي برد برضو، يعني فاهمين، عارفين الشمس الخداعة دي بس. فبعدين هنا شايفين اللهم بارك. بصوا مش عايزة اقول لكم، انا ما كانش نفسي اعمل الكورة دي. هنا جهزت زبادي جنبي، في ناس بتحط عليها بيض، وفي ناس بتحط حليب، وفي ناس بتحط ممكن تحطي اللي هو معلقه النسكافيه مع الحليب كده. بس انا الصراحه بحب الزبادي، انا ما بحبش ده كله، هو الزبادي احلى حاجه انا بحبها. بس هنبدا بقى نضغط عليها كده بالراحه، مش بالراحه يعني لحد ما تتفرد خالص زي ما انتوا شايفين كده بس. فشفتوا فكره ان احنا نعملها، مش ان احنا نسيب العجينه تخمر في الطبق، لا احنا بنخمرها في نفس الحاجه بس. وبعدين بناخد كده بصوابعنا ولازم نضغط كده عشان يديكوا الشكل اللي انتوا شفتوه في الاول بتاع البيضه ده، فاهمين الفراغات اللي فيها دي. بناخد كده من الخليط اللي احنا معانا، اذا كان بقى صفارة البيضة او اذا كان الحليب او اذا كان الزبادي، وبتبداوا كده تعملوا كده الشكل ده. ده الشكل المتعارف عليه يعني هنا عندنا. على فكرة العجين بيطلع اي طاقة سلبية، لو عندنا طاقة سلبية يعني هو ساتسفايد كده بس. وبعدين ببدأ باخد برضو الزبادي، وبعدين بعمل كده بالزبادي بالفرشة عليها، وبعدين بحط عليها سمسم وحبة البركة.
هنا في بالسمسم وبالبيض، وفي برضو بيبقوا حاطين عليه حبة البركة، فانا حطيت الاتنين سمسم وحبة البركة عشان ما ازعلش حد يعني. بصوا حاسين بايه؟ براحة. انا كنت حاسة براحة اللهم بارك، فظيعة فظيعة وانا بعمل كده. بس وبعدين هعمل دي بنفس طريقة التانية بالظبط. بنفرد العجينة كده كويس جدا. شايفين؟ سهلة يعني. انتوا ممكن تقوموا دلوقتي تعملوها وتجهزوها كده للسحور، تتسحروا بيها جنب جبنة كده وتسلقوا بيض وبألف هنا. انا بعمل كده جنب فول كده يعني. فحلوة قوي. كمان ممكن تقدموها على الفطار مع شوربة العدس دلوقتي اللي احنا هنعملها دي. هما هنا ده بيبقى فطارهم كده يعني. واي مطعم بتدخلوه في رمضان لازم يقدم لكم بيبقى مع المنيو شوربة العدس وكمان البيضة بس. فبصوا شكلها بعد ما سبتها كمان تخمر حوالي 10 دقايق حطيتها في الفرن على درجة حرارة، اعلى درجة حرارة عندك في الفرن. مش هتاخد بالظبط 12 دقيقة 13 دقيقة بالكتير. بس دلوقتي بقى هنجهز شوربة العدس. اول حاجة هنجيب بقى الحاجة اللي احنا هنعمل فيها، وهنحط فيها مثلا معلقتين زيت كده. وكمان هنحط، انا مجهزه كل المكونات جنبي هناك كده زي ما انتوا شايفينها. بصوا برضو في رمضان مثلا او في اي وقت لو انتوا عايزين تعملوا حاجه سهلوا على نفسكم، جهزوا كل المكونات جنبكم وهيسهل عليكم، هتحسوا ان انتوا تعملوا الحاجه في وقت قليل جدا. دي معلومه كده في السريع. هنحط البصلايه كده متوسطه، هنقلبها كويس. بعدين هنحط معاها معلقه دقيق، ولحد ما الدقيق يختفي كده برضو هنقلبه كويس لحد ما يختفي. وهما بقى هنا بيحطوا عليها، انا بشوف ناس كتيره بتحط خضار، انواع خضار يعني فاهمين، بيحطوا مثلا كوسه مش عارف ايه، هما بيقولوا عشان يبقى ايه نسبه الفايده فيها عاليه يعني، بما ان دي حاجه رسميه هنا عندهم فاهمين. إيه يعني هما صيف شتاء طول الوقت هما شوربه العدس دي. انا مره حتى كنت تعبانه شويه، جارتي طلعت وعملت لي شوربه العدس دي، كنت مصوراها على قناتي التانية القديمه. كانت وهي بتعملها بنفس الطريقه بالظبط، فانا عملتها بنفس طريقتها. بس بعدين حطيت كمان بطاطسايه وحطيت جزرايه، وبرده كل ما احط حاجه هقلبها كده شويه بس. وبعدين هحط العدس بقى. دي كوبايه عدس زي ما انتوا شايفينها كده برضو بنفس مقدار الكوبايه الصغيره دي، مش كبيره، وعملت كميه حلوه ما شاء الله. مغسوله طبعا كويس، حتى شايفين بتنزل بالعافيه عشان انا غسلتها وصفتها يعني، فهي تحسوها لما قعدت عملت كده في نفسها. وفي فرق يا بنات بين العدس هنا والعدس عندنا في مصر. العدس هنا اللهم بارك بالظبط في 10 دقايق او 7 دقايق بيستوي. لا انا حاسه ان في مصر كان بيقعد شويه يعني. بس وبعدين كمان بنحط معلقه صلصه طماطم برضو، بنقلبها كويس كده وخلاص. شايفين شوربه العدس سهله وسريعه وخلصت. بصوا ما فيش وقت خالص، بتاخدش وقت. وبعدين هحط بقى عليها لتر من الميه. دلوقتي هغطيها واسيبها زي ما قلت لكم من 7 ل 10 دقايق بالكتير، مش اكتر من كده، وخلاص بتكون زي ما انتوا شايفين كده استوت جدا. بس فانا دلوقتي هجيب البلندر وهضربها كويس. لو ما عندكوش بلندر بنستنى عليها شويه لحد ما تبرد مثلا شويه كده، وبعدين بتعملوها في الخلاط عندكم بس. وبتبقى شوربة العدس القمر خلصت. وكمان بقى في حاجة تاني هما بيعملوها مع شوربة العدس دي. صحيح هنحط التوابل، معلش انا اسفة. التوابل بتاعتها هتبقى عبارة عن فلفل اسود وملح وكمون. ودي الصفرة دي هنا توابل هنا بيحطوها على الشوربة، حلوة جدا طعمها خطير، بديلة كده للماجي يعني. بس وانا حطيتها عليها بس. وبعدين بنقلب. شايفين اصلا القوام من دلوقتي؟ لا معلش بس ثانية واحدة كده انظروا لهذا القوام. بس هما كمان هنا بيحطوا عليها حاجة تانية اضافة يعني، زبدة على اللي هو البول بيبر اللي هو الفلفل الاحمر المجروش او البابريكا. فانا طبعا مش هحط فلفل احمر مجروش عشان انتوا عارفين جورو ديجا مش هينفع ياكلوا حاجة مش هتشطة، فهحط بابريكا. وفي ناس كمان في شوربات تانية بتبقى بالنعناع. استنوا بقى ملف كامل ان شاء الله في رمضان عن شوربات، يعني هشارككم بشوربات كتيرة وسلطات كمان، لان دي الحاجة دايما بنبقى محتارين فيها. فهحاول باذن الله كل ما اعرف حاجه جديده او اقدر كده اشارككم بحاجه جديده. بس عايزه بقى لايك جامد للفيديو ده علشان تشجعوني كده ان انا اصور لكم.
بس بعدين هنقلب بقى كويس كده. هي الزبده بس اول ما تسيح كده، وبعدين بنحط عليها معلقه كبيره بابريكا وبس كده خلاص خلص الخليط ده اللي هما بيحطوه عليها. دلوقتي بقى حانت اللحظه القمر، لحظه تقديم الفطار بتاعنا القمر. بس هناخد بقى من الشوربه كده. شايفين ما خدش مننا اي وقت خالص خالص. ممكن بقى تعملوا جنبه اي طبق تاني برضو سهل وسريع، يعني هو مش هياخد منكم وقت خالص. وتبقوا جربتوا حاجه جديده كده على سفرتكم في رمضان، لان في رمضان بنبقى محتارين يعني. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب، اللهم امين. بس وبعدين باخد من الخليط الاحمر ده اللي انا عملته، بعدين بحطه عليها كده بشكل حلو كده. عارفين النقط دي اللي هي بتبقى لطيفه دي؟ بس وخلاص. يعني عارفين هتحسوا ان انتوا شيف في نفسكم كده، اللي هو من حاجه بسيطه قوي انا عملت حاجه شكلها قمر. بس كده، والفيديو بتاعنا يكون خلص، ويا رب يكون عجبكم. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك لان ده بيدعمني جدا. وهشوفكم الفيديو الجاي على خير. قوموا جربوا الاكله، قوموا. البيضه رهيبه وشوربه العدس كمان. مع السلامه.